وفى رجل الأعمال محمد الأمين داخل مستشفى السلام الدولي. وقال طارق جميل سعيد محامي رجل الأعمال محمد الأمين إن موكله لفظ أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى السلام الدولي صباح اليوم الأحد متأثرا بمرضه. مواليد محافظة بني سويف بقرية الشيخ هارون، تخرج من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية. سافر للعمل بشركة مقاولات في الكويت. صاحب شركة مقاولات تخصصت في صناعة الأدوات الصحية في الكويت. كون ثروة عاد بعدها إلى مصر. أنشأ محمد الأمين شركة عامر جروب وعمل في الإنتاج الزراعي. أسس قنوات CBC الفضائية في 2011. ساهم في تأسيس جريدة الوطن وبعض الصحف الخاص. اتهم بهتك عرض فتيات قاصرات داخل دار أيتام يمتلكها في بني سويف. قررت النيابة العامة حبس محمد الأمين على ذمة التحقيقات. وجهت النيابة العامة له تهم الاتجار في البشر والتعدي على بعض الفتيات وإجبارهن على ممارسة الرذيلة وهتك عرضهن. أحيل محمد الأمين إلى محكمة الجنايات لمحاكمته. عاقبت المحكمة الأمين بالسجن المشدد 3 سنوات بتهمة استغلال الفتيات جنسياً وهتك عرضهن. من هي زوج محمد الأمين؟ لم يتوافر عنها أي معلومات عنها سوى أن اسمها سناء الأمين لكونها بعيدة عن الإعلام، لكنها حرصت على الظهور في بعض الصور مع زوجها الراحل محمد الأمين وأبنائها خلال مناسبات عائلية، ونشرت صوراً لها مع أسرتها بعد حبس زوجها. يذكر أن علامة اقتباس الأمين علامة اقتباس كان يقضي العقوبة في مركز وادي النطر للإصلاح والتأهيل، وتم نقله إلى مستشفى السلام منذ عدة أشهر، وقد وافته المنية منذ قليل رحمه الله رحمة واسعة. سبب وفاة محمد الأمين ومن هي زوجته، تفاصيل اتهامه بالاتجار بالبشر. توفى رجل الأعمال محمد الأمين داخل مستشفى السلام الدولي للعلاج من سرطان الرئة الذي أصيب به، وكانت محكمة جنايات القاهرة عاقبت محمد الأمين بالسجن 3 سنوات في قضية اتهامه بالاتجار بالبشر والتحرش بالفتيات وهتك عرضهن خلال إقامته في دار الأيتام المملوكة له بمحافظة بني سويف. سبب وفاة محمد الأمين. سبب وفاة محمد الأمين داخل مستشفى السلام الدولي إصابته بسرطان الرئة من الدرجة الرابعة الذي عانى منه الراحل، وتم نقله على إثره من سجن طره إلى المستشفى لتلقى العلاج بعدما انتشر مرض السرطان في العظام وجسد الراحل محمد الأمين. وتبين من التقارير الطبية أن محمد الأمين كان في المراحل الأخيرة من المرض، وطالبت وقتها أسرته عرضه على لجنة طبية للحصول على إفراج صحي بسبب الإصابة بمرض السرطان.